أهلا وسهلا أعزائي متابعي قناة عجائب البرنس. بعد غياب طويل كده جينا لكم النهاردة بأكلة كده هي معروفة وعملناها قبل كده، بس حابين نشارككم حاجات جديدة. ده فراخ قطعناها حتت صغيرة، ده هي هنعمل لكم الكبسي على طريقة مين البرنس. المرة دي هنعملوها في إيه؟ هنعملوها في الحلة الضغط. طبعا معانا الطماطم، بصل، توم، فلفل اخضر، شويه زيت، والبهارات بتاعتنا دي السبع بهارات: فلفل اسود، كمون، كزبره، كمون، ملح. ده تابعون. ونجهز هنا نص كيلو رز منقوع. فضينا البهارات بتاعتنا هنا، وهنا معلقه الزيت الكبيره زي ما انتم شايفين كده. وفضينا معلقه خل كده. هندعك البهارات في الدجاج كده. طبعا الفلفل الاسود والفلفل الاحمر ده حسب الطلب، احنا عشان بس معانا اطفال صغير عشان تقدر تاكل معاني، فمش هنقدر نخلوه ايه حراق، نفضل يبقى ايه بارد. هنسيبه الفرخة على كده ترتاح معانا من ما ايه نشوح البصل التاني. معلقة سمنة كبيرة، ده القدر التاني. نقعد نقلب فيها كده لحد ما البصلة ايه تدبل. مجرد ما البصلة تدبل نروح نازلين بالطماطم والفراخ التاني. كده البصلة بتاعتنا دبلت، هي زي ما بدأت تاخد لون، هنروح نازلين عليها بالفراخ التاني. بعد ما أنا عملتها على طول. يفضل إنك تعمل خلطة بتاعت الفراخ وتخليها من عشية، يعني ليلة كاملة. كده تنفع وكده تنفع. هنبدأ نقلب فيهم زي كده لحد ما إيه الفراخ بتاعتني تشد شوية على النار. ننزل فصين الثوم، وننزل بالطماطم، وننزل بالفلفل بتاعنا، ندوهم تشويحة كده. ولو عندك معجون طماطم اديها معلقة. بعد سيبناها زي 10 دقايق كده ايه، زي ما انتم شايفين المية بتاعت الفراخ نفسها، نحط ايه مكعب مرقة فيه ونقلبها. لو عندنا برضو ايه ورق غار، بعد كده هنعمل ايه، ننزل بالرز بتاعي. وننزل بالمية السخنة اللي احنا مجهزين زي ما كده ايه. المية دي كافية. هنديهم تقليبتين كده على السريع كده، ونروح جايبين الغطا. نتركها لمدة 40 دقيقة. 45
45 دقيقة بالضبط. أول حاجة لازم نشيل وادي الكبسة بتاعتنا جاهزة، تاكل بالهنا والشفا. كيف زي ما انتم كده شايفين كده خلصت، تاكل بالهنا والشفا. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسونا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. وإلى اللقاء في الفيديوهات القادمة. كنتم مع الشيف جرجس أبو جولين، شكرا ومع السلامة.